السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ماكينة تطريز منزلي، ماكينة جانومي. بنتعلم كيف نعمل لها الزيت وكيف نعمل لها الشحم الخاص بالأماكن البلاستيكية المحتكة في بعضها البعض. أولا احنا بنزيل غطاء الماكينة من الأعلى، وبعدين بننظفها من أي خيوط، من أي شوائب، من أي أتربة. بعد التنظيف بنحرك عجلة الماكينة وبنلاحظ على الحديد المتحرك بنحط له قطرات من الزيت. بعد ما نحط الزيت على الأماكن الحديد اللي بتتحرك بناخذ الشحم الخاص بالمكان. انتبهوا، لازم يكون الشحم خاص بالمكان ومش الشحم العادي اللي هو خاص بالسيارات. بناخذ قليل من هذا الشحم وندهن فيه الأماكن هذه البلاستيكية اللي هي محتكة في بعضها البعض عشان نحافظ على الماكينة. طبعا الشحم فيه له فوائد، بيقلل الاحتكاك، يعني بيقلل من الاحتكاك بين الأجزاء البلاستيكية المتحركة ويجعل يعني حركة الأجزاء أكثر سلاسة، وبيمنع التآكل بسبب الاستخدام المستمر، خاصة في الأماكن التي يتكرر فيها الاحتكاك. أيضا الشحم بيسهم في تقليل الحرارة الناتجة عن الحركة السريعة للمحرك والأجزاء الداخلية، وأيضا بيقلل تقليل يعني الضوضاء اللي بتحصل، حيث يكون صوت الماكينة أقل أثناء التشغيل، لأنه بيكون صوتها بيكون مزعج، بس مع التشحيم بيكون أقل. أيضا بيعمل إطالة العمر الافتراضي للماكينة وتكون بحالة جيدة، يعني تقليل من الأعطال المفاجئة. والشحم بنستخدمه في محاور الحركة الداخلية، وأهم يعني أهم شيء تنتبهوا إنه يكون الشحم الخاص بالمكان. وهكذا يتم تشحيم ماكينة التطريز المنزلي. أتمنى أن انتم استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.